bounds. إليكم هذا الفيديو قصص مؤثرة خلف التشوهات التي يعاني منها أشهر لاعبي كرة القدم في وجوههم، جعلتهم يرفضون إجراء عمليات التجميل. فرانك ريبيري: من يحبني فإنه سيحبني على شكل الحالي. الفرنسي نجم بايرن ميونخ الألماني بلال ريبيري، وهو الاسم غير الرسمي الذي اختاره بعد اعتناقه الإسلام في عام 1985 عندما كان عمره عامين فقط، تعرض لحادث اصطدام خطير عندما كان في السيارة التي يقودها والده عامل البناء مع حافلة كبيرة، ليترك الحادث لديه هذه الندبة المكونة من جرحين طويلين في وجهه ترافقه منذ نعومة أظفاره. وهي حادثة أشارت تقارير أن ريبيري كان محظوظا فيها لأنه لم يفقد حياته بسبب قوة الاصطدام التي تسببت برميه خارج السيارة بعد الحادث. لم يتوقع أحد أن يصبح ذلك الولد مشوه الوجه أحد نجوم كرة القدم العالمية، ورغم الشهرة الواسعة لريبيري والثراء الذي كسبه من كرة القدم، إلا أن اللاعب رفض إجراء أي عملية تجميلية. وعن السبب الحقيقي الذي دفعه إلى رفض إجراء عمليات تجميلية رغم الإمكانيات المادية الكبيرة التي تمكنه من حذف كل تلك التشوهات، أجاب اللاعب: لماذا أغير ملامحي؟ كتب لي أن أنجو من ذلك الحادث المميت، وكتب لي أن أواصل حياتي بالتشوهات، ولا يمكن تغيير مثل هذه الأمور. أظن أن من يحب ريبيري فإنه سيحبه على شكله الحالي، وأنا لا أهتم بمثل هذه الأمور التافهة على الإطلاق. جوليون ليسكوت: كلما نظرت في المرآة أشكر الله لأنني على قيد الحياة. لاعب مانشستر سيتي السابق وأستون فيلا حاليا الإنجليزي جوليون ليسكوت تعرض لحادث خطير في شتاء 1988 بمدينة برمنغهام الإنجليزية، فأمام إحدى المدارس الابتدائية خرج الطفل الذي لم يتجاوز 5 من العمر من مدرسته مسرعا إلى الأم التي كانت تنتظره أمام السيارة، وعلى نحو مفاجئ أتت سيارة أخرى مسرعة لتسحق لهفة الطفل للقاء أمه. في تلك اللحظة أصيبت الأم بحالة من الرعب بعد أن أيقنت أن طفلها قد رحل عن الحياة، لكن جوليون نجا من الموت بعد إصابته في مناطق متفرقة من جسده، وخاصة في رأسه، حيث لبث في المستشفى تحت الرعاية المكثفة لعدة أشهر، وخضع لبعض العمليات الجراحية التي تركت آثارها على رأسه وجبهته حتى الآن. وبعد مرور أكثر من 20 عام صرح ليسكوت أنه كلما نظر في المرآة تتملكه الرغبة بشكر الخالق أنه لا يزال على قيد الحياة. ولا يزال المدافع الإنجليزي يؤكد أن لهذا الحادث تأثيرا كبيرا على قناعاته وطريقته في التفكير وأسلوبه في الحياة، كما يؤكد أنه يمتلك طاقة نفسية كبيرة تؤهله للقتال على الكرة وعدم التنازل عن تحقيق أهدافه في الحياة بشكل عام. فقد قال: حادث السيارة الذي تعرضت له في طفولتي أصبح جزءا من حياتي، لقد خلق بداخلي دافعا لتحقيق النجاح وعدم الاستسلام. كارلوس تيفيز: الندوب ستبقى جزءا مني اليوم وغدا، ولن أقوم بعملية تجميلية. نشأ الأرجنتيني كارلوس تيفيز نجم بوكا جونيور حاليا في الحي الصفيحي فورت أباتشي بضواحي العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حيث لدى شباب ذلك الحي خياران: إما الانضمام لعصابات المخدرات أو السرقة. أما كرة القدم فهي أملهم الوحيد للهروب من الجحيم. قبل بلوغ تيفيز لعامه الأول تعرض لحادث نتج عن حروق من الدرجة الثالثة، حيث أوقع إبريق الماء الساخن على عنقه وصدره ليمكث في العناية المركزة لمدة 2 شهر. بعد تعافيه بقيت آثار الحريق ممتدة من الأذن اليمنى إلى رقبته وصدره. وبعد التحاقه ببوكا جونيورز في سن 17 من عمره عرض عليه النادي التكفل بإجراء جراحة تجميل له، ولكنه رفض. وقد تكرر هذا الأمر مع أغلب الأندية التي لعب لها كمانشستر سيتي، ولكنه ظل دائما يرفض، حيث صرح قائلا: أوقعت إبريق الماء الساخن على جسدي ولن أغير شكله ولو امتلكت ذهب العالم كله، لأن الله اختار أن يكون على جسدي هذا التشوه ليذكرني بقدر الذي هربت بفضله من الجحيم.